شخصا يقف هكذا ويقول أستغفر الله، كما قال مرة جورج برنارد شو الإيرلندي، المسرح الإيرلندي الشهير جدا المعمر، حين كان شابا كان ملحدا، قال لا إله، كلام فارغ، هذه أسطورة. قال أنا أتحدى هذا الإله الآن وهذه يدي أن يكسر يدي على هذه الطاولة، وسأعطيه 20 ثانية. وأعطاه عدل له مصارش حاجة. قلت هذا أحمق، مسرح كبير بس أحمق، ولا يفقه شيئا من منطق الإيمان، وهذا المنطق لا يعترف به لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا زردشتي ولا أحد ممن له علاقة بالدين. لماذا؟ الله لا يعاجل الناس بما كسبوا. تعرفون لماذا؟ لو عاجلنا بما كسبنا لفسدت واضمحلت حكمة الدين أصلا وحكمة الخلق. ما هي حكمة الخلق؟ ليبلوكم أيكم أحسن. والله العظيم من الابتلاء يا إخواني، والله ما نراه الآن. بنو صهيون مثلا يحتلون الأرض المقدسة أكثر من 60 سنة، أذاقونا المرائر، لقينا منهم الألاقي، عذبونا، اضطهدونا، سحقونا، أهانونا، حاصرونا، منعوا عنا الطعام والشراب والغذاء والدواء. شيء مفضع فظيع يا جماعة. والعالم كله بأمم متحده ومجلس أمني يقول هؤلاء محتلون. نعم، هذه أرض 67 حزيران 67 أرض محتلة بما فيها القدس الشرقية، المسجد الأقصى اليوم، مشكلة اليوم. هذا ظلم، العالم يقول هذا. الأمم المتحدة إلى الآن لم تصدر قراراً أنه هذه أرض غير محتلة، لا، أرض محتلة إلى اليوم. ولكن إسرائيل لا تبايع العالم ولا المتحدة ولا مجلس أمن ولا عربا ولا مسلمين ولا أحد ولا قوم ولا أخلاقا، وتفعل الأفاعيل. كم قتلت من الأطفال الصغار أيها الإخوة، كم يتمت، كم أحرقت، ماذا فعلت في الحرب الأخيرة في غزة؟ فظائع أيها الإخوة. ومع ذلك الله يمهلهم. هذه فتنة. بعض الناس يلحد يقول وين الله هذا؟ يا أخي لو كان موجودا ينتقم. يا أهبل، يا أهبل، هم قتلوا الأنبياء قبل ذلك. هؤلاء بالذات، هؤلاء بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء والرسل وأمهلهم وعاشوا وطعموا وشربوا. لماذا؟ الله لا يستعجل كما تستعجل أنت، لأن الكل في قبضته، ما فيش واحد هارب. وأنت بالنسبة لك سنة وسنتين و10 و20 و60 سنة كثير جدا، لأن عمرك كله على بعضه قد لا يتجاوز 70 80 وراح ل 60، انتهى كل شيء. وعند الله 600 بليون سنتليون جوجل سنة مثل أقل من ثانية عنده، كله ولا حاجة. لذلك لا يعجل لا إله إلا هو. وقال لك في داران، في نشأتان. وبالنسبة لهؤلاء الجنس الخبيث، بالنسبة لهؤلاء القتل المجرمين، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وأنا أقول لنتنياهو وإسرائيل والله العظيم عذابكم آت بالقرآن الكريم. اليوم، بكرة، بعد 50 سنة 60 سنة آت. لكن هؤلاء أنا أعرف الكلام معهم ضائع، ساسة حمقى، لا يستهدون التاريخ، لا يأمنون بالآلهة حتى، مش بالله ولا بأي آلهة، ينظرون مواقع أقدامهم، يريدون فقط كسب انتخابات، أوهام حزبية فارغة ستغرق المنطقة في حمام من الدم والعياذ بالله، والعالم ينظر ويسمع. هذه فتنة، هذا ابتلاء. لذلك الله لا يعاجل حتى تتم الحجة على الكل، وحتى يأخذ الابتلاء مجراه ومساره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أختم وقد أطلت عليكم. إذن حين أرى أنا كما رأى مثلا الصحفي المصري أحمد زين، وألف كتيبا صغيرا اسمه رأيت الله، حكى قصة شاب من كمال الأجسام، بادي بيلدينج، بيعمل بادي بيلدينج الرجل، في جامعة القاهرة، كان ماركسيا ملحدا إيثيست. وقف يوما في المدرج بيستعرض عضلاته، ولد مراهق قدام البنات طبعا بالذات، وقال هكذا، شرح القميص وقال أنا البطل، أنا القوي، أنا هرقل، أنا كذا. استغفر الله العظيم، إذا كنت موجودا فأنا أتحداك فاصرعني. فمات من فوره، والله ما أكمله، بوب إلا ميت. جعلت البنات والنساء يصرخن ويصحن والشباب يبكون الله أكبر. وألف الصحفي المصري الشهير وكتبها في رواية الإسلام أيامها، رأيت الله. يأتيك ملحد يقول لك طب جورج بن نار شو عملها وما صارش معاه حاجة، وأنا حملها البعيد مش حيصير معي حاجة، و10,000 واحد عملوها وما صارش معهم حاجة. هذا مش منطق. نقول له أنت جاهل، هذا منطق الإيمان. حين يفعلها الله ويعاجله، ماذا نفهم نحن منها وفق قواعد ومبادئ منطق الإيمان؟ إشارة وتحذيرا وتنبيها. يفعلها متى شاء، الحكمة التي يشاء، لا إله إلا هو. وبالحري يكون قد أعطى هذا الشاب قليل أدب قبل هذا 1000 فرصة، ولم يفترصها ولم ينتهزها، صحيح؟ وتعدى جدا، وكان سيكون فتنة أعظم على بعض من أراد الله لهم السعادة
فقطع الله شرشه كما يقولون، قطع الله عرقه. أفهمها على أنها تنبيه، وأفهمها على أنها تحذير، وأعتبر إن كنت من أولي الأبصار والبصائر، أليس كذلك؟ وهنا لا أحتكم إلى منطق الاستقراء، منطق 1 إزاء 10,000 حالة، هذا لا يفيدنا هنا، هذا منطق يعمل في المادة، لا يعمل في رب المادة ورب الكون، لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. وبعد أيها الإخوة، ولا ريب أن كل منا حين تأتيه منيته وتدهمه ساعته سيدرك أيها الإخوة أن الزمن في منظور كلي القدرة والقدر لا إله إلا هو ليس كالزمن في منظورنا أيها الإخوة. ويوم القيامة يتكرر الفصل نفسه. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، مش عمري 70 و80 و100 سنة، لا، الجنس البشري كله كم لبث؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هكذا نسأل الله ألا نكون من النادمين، ونسأل الله ألا نكون من الخاسرين، ونسأل الله ألا نكون من الذين يطلبون الإنذار والتأجيل، بل من الذين يحرصون على لقاء الله، تأتيهم البشرى من الله على لسان